عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأعزاء. معكم سمية من قناة سمية كوتشينا كازالينغا. نتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال وأحسن الظروف. واليوم إن شاء الله الوصفة ديال اليوم غتكون عبارة عن واحد الكيك بالتفاح. صراحة كيك كيجي غزال ساهل بمقادير اقتصادية. غير جربوا ان شاء الله غادي يعجبكم. اللي اول مره غادي يزور القناه ديالي ما تنساش دير ابوني وتضغط على الجرس ليصلك كل جديد. بطبيعه الحال فضلا وليس امرا الى عجبك المحتوى ديال القناه. ومرحبا بالناس كاع اللي انضموا ليا يعني جداد وكاع الناس اللي كتعرفني، وكنقول لهم شكرا على الدعم ديالكم. ان شاء الله نبداو على بركه الله. المقادير ديال الوصفه اليوم: عندنا هنايا كاس ديال الحليب مع مرش، يعني 125 ملل ديال الحليب. عندي هنا 100 غرام ديال سنيده، كاس لاروب ديال سنيده. عندي هنا نص كاس ديال الزيت. عندي بيضه وحده. عندي هنايا 200 غرام ديال الفورص و7 غرام ديال الخميره. وغنحتاج هنا جوج ديال التفاحات، وغنحتاج عصير ديال حامضه و3 المعالق ديال السكر هما اللي غادي نديرهم في التفاح. نبداو ان شاء الله على بركه الله. في الاول غناخذوا التفاح نغسلو ونقشرو ونقطعو وعاد باش ندوزو نخلطو الكيك. انا خديت دابا تفاحه وحده، شديتها قطعتها هكا شرائح، وحده قطعتها هكا مربعات. غنديرهم هكا في واحد الزلافه. غندير عليهم عصير الحامض اللي قلت لكم، عصير حامضه باش ما يتاكسدش ليا، و3 المعالق ديال سنيده. ندير انا غير جوج بركه صافي، وغنحرك بحال هكا وغنخليه وندوزو باش نحضروا العجين. بالنسبه للعجين دابا غناخذ بيضه، مية غرام ديال سنيده، عفوا غادي شي قشره ديال البيض، ساهله يعني ما فيش تاخذ لكم وقت بزاف باش تحضروها، دغيا غطيب اقتصاديه. اللي بغى يدير العناصر في مولينكس يديرها، اللي بغى يخلط بيديه يخلط بيديه. المهم نتاكدوا ان السنيده دابت ليا صافي. دابا غنضيف الحليب، نضيف الزيت، ودابا ضفت 200 غرام ديال الدقيق، وغنضيف 7 غرام ديال الخميره. صدقوني غير جربوها كتجي غزاله هاد الكيكه، تجي خفيفه وسهله بطبيعه الحال في التحضير. دابا غندهن المول ونجيبو صافي. دابا غنزول هاد الشرائح هما اللي غادي نزين بهم هكا من الفوق. اللي بغى يدير القرفه يديرها، انا المهم ما درتهاش.
صافي دابا غنضيف هاد التفاح. بقى شي شرائح هنايا. صافي ونخلط العجين مع هاد التفاح. صافي دابا غنخوي الخليط في المول اللي دهنته بالدقيق، دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. بطبيعه الحال الفران راه بارد باقي ما شعلتوش، غنشعلو غنخشي فيه الكيك. صافي دابا غنجيب هاد التفاح، شرائح ديال التفاح، وغادي نديكوريهم هكا من الفوق على هاد الشكل. صافي على هاد الشكل، وغنخشيها في الفرن. ملي طيب ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها. هو الشكل النهائي ديال الكيك من بعد ما طاب، كيجي على هاد الشكل، كيجي غزال صراحه، مفشفش رطب زوين. غير جربوه غادي يعجبكم. المهم نتمنى الوصفه تكون عجباتكم وتجربوها ان شاء الله. انتما كتشوفوا على عينكم، نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي رطبه من الداخل. هي كتجي على هذا الشكل، هانتوما كتشوفوا التفاح هكا كيجي من الداخل، كتجي غزاله. غيجربوها ما غتندموش على شي المذاق ديال التفاح، ما نقولش لكم عليه. نتمنى الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. ما تنسونيش من لايك والتعاليق الزوينه ديالكم. دمتم في امان الله، الى الوصفه القادمه.